تخيل معايا هاد السيد نصب على الناس مليار و500 مليون، وكتعتبر هاد العمليه من اكبر عمليات النصب اللي دازت في المغرب، وبالضبط في القريعه. هاد السيد الا شفتيه تقول غير شي كلمه ديال الجامع، وتخيل كانت الهضره كامله ديالو كدور غير في الدنيا، ما كانش كيف عقل الجامع. هادشي اللي غيدير هاد السيد ما كيتصدقش، غادي يرون القريعه كامله وغادي ينصب على التجار ديال القريعه في مليار و500 مليون. هو بلي شفت شي ولا زعما كاين وليت كنسمع شي ارقام خياليه. تقريبا شحال وصلتي دابا؟ تقريبا مليون ونص 2 مليار. هادشي اللي كنسمعوا، اللي عرفنا هنا ما بين حي محمدي وقريعه. هادشي انا باقي مصدوم، انا ما بغيتش نسوى بهذاك الشيء زعما. هذا صاحبك كثر من فوق كان ينعس معك. هو تقريبا وصلت مع 46 مليون. 2014 شهر 6 غادي يدخل واحد السيد اللي سميتو العابدي لسوق القريعه، غادي يشري واحد المحل تما، غادي يبدا يبيع ويشري. العابدي في ديك الوقت كانت عنده 34، كان انسان ملتزم، اللحيه طويله وما كيعرف غير الصلاه والدين. دغيا غادي يتعرف في القريعه وكيقولوا عليه بانه واحد الراجل مزيان ما عندوش مع التخروي، وكينصح الناس باش يشدوا طريق الله. العابدي كان كيبيع ويشري في الحوايج بالجمله، وكان فين ما كيشوف شي واحد ما كيصليش كان تيمشي عنده وتيقول ليه خاصك تشد طريق الله. هادشي اللي غيخلي التجار ديال القريعه يثيقوا فيه، يقولوا ان هاد السيد واحد الراجل اللي مزيان، سيد معقول. ملي غادي تدوز واحد المده العابدي غيولي يصلي بالناس، وغادي يولي هو الامام ديال الجامع ديال السوق، غادي يبدا يقول للناس خاصكم ضروري تفيقوا في الصباح وتصليو الفجر في وقته. من بعد العابدي ملي ولا هو الامام ديال الجامع الناس غادا تولي تثيق فيه بزاف، وغادي غيولي اللي خاصها السلعه عطى الفلوس للعابدي تجيب ليه السلعه من تركيا ولا الصين. العابدي كان مطيح في الثمن، وكان تيقول للناس انا ما عندي ما ندير بوسخ الدنيا، انا بغيت نشري الاخره. مده طويله الناس كتعطيه الفلوس، العابدي كيجيب لهم السلعه. كان العابدي عنده الكلمه، كان ملي كيجي شي واحد يجيب ليه الفلوس كيقول ليه نهار السبت مع الجوج مثلا غادي توصلك السلعه، وكان فعلا داك الشيء كيوقع. نهار السبت مع الجوج كتوصلوا السلعه. هادشي اللي غادي يخلي التجار ديال القريعه يثيقوا فيه بواحد الطريقه ما كتوصفش. العابدي غادي يولي يخدم مع التجار الكبار ديال سوق القريعه، غادي يولي ياخذ عندهم السلعه ويبيعها بالتقسيط. كيبقى شهر شهرين 3 شهور هو كيبيع في ديك السلعه حتى كيساليها، حتى يمشي يخلص مواليها، وكان ناضي في الخلاص. العابدي غادي يبقى خدام وكيكسب في الثقه ديال الناس، غادي يبقى يتعامل مع الناس مزيان وكيبين بانه واحد الراجل مزيان وما يمكنش يدير شي حاجه خايبه. من بعد العابدي ملي غيكسب الثقه ديال الناس 100% غادي يدوز لمرحله اخرى، غادي يدور على كاع التجار ديال القريعه وغادي يقول لهم علاش ما نديروش بيناتنا دارت يعني القرعه، وغادي يدخل 30 تاجر من اكبر التجار ديال القريعه، وغادي يولي كل شهر كيعطيو ما بين 2 حتى 3 المليون، وغادي تبدا تدور ديك دارت على التجار، وغادي يولي يشدها تاجر من التجار. وداك الشيء اللي غادي يوقع التجار غادي يقبلوا، وغيولي العابدي كل شهر كيدور عليه باش يجمع الفلوس. كان تقريبا كيجمع ما بين 50 حتى 60 مليون كل شهر. العابدي ملي كان تيجمع فلوس دارت كان تيجي في شي تاجر وكان تيهز الفلوس وكيمشي عنده حتى المحل ويعطيهم. بقى العابدي خدام على المنوال مده ديال سنين حتى ل 2019. في 2019 في واحد النهار العابدي غادي يدور على التجار وغادي يقول لهم بان كاينه واحد السلعه ديال تركيا مليحه، الجوده ديالها مزيانه والثمن ديالها رخيص. بدا العابدي كيدور على دوك الناس واللي كيقول ليه بان كاينه واحد السلعه كاليتي مزيانه ورخيصه من تركيا كتعطيه الفلوس باش يجيب ليه السلعه. اول حاجه هو ان التجار كتعجبهم اي حاجه فيها الكاليتي الثمن ديالها رخيص كتمشى. وعاد زيد بان العابدي كانوا تيديروا فيه الثقه، هل اللي عطى 40 مليون، هل اللي عطى 50 مليون، هل اللي عطى اكثر من 100 مليون باش يجيب ليه ديك السلعه من تركيا. وغادي يقول لهم ان نهار السبت غادي توصلكم السلعه ديالو. ملي عابدي غادي يشد ديك الفلوس غادي يمشي يجمع فلوس دارت، اللي كيعطيه 2 اللي كيعطي 3 كل واحد على القرعه اللي داخل عليها، وغادي يجمع في ديك النهار 75 مليون. ملي غادي يجمع فلوس دارت داك السيد اللي جات فيه النوم غادي يعيط ليه العابدي وغايقول ليه فلوس كيوصلوك حتى نهار السبت، وداك السيد كيتيق في العابدي وغيتسنى حتى نهار السبت. غادي دوز ليه وغادي يوصل نهار الموعود، الناس كتسنى العابدي يبيع، اللي كيتسنى يجيب ليه فلوس واللي كيتسنى يجيب ليه السلعه، اللي كيتسنى فلوس دارت. غادي توصل ل 10 ديال الصباح ل 1 2 3 4 ما غايبانش العابدي، التليفونات خدامين ما كيجاوبش. غادي توصل 6 ديال العشيه، دوك اللي عاطين فلوس صحيحه غادي يبداو يتخلعوا، غادي يقولوا ياك ما واقع عليه شي بلان ولا واقع شي حاجه. دوك الناس اللي عاطين فلوس صحيحه غادي يمشيو يديكلاريو، واغلبيتهم ما غيبغيوش يديكلاريو. غادي يبدا يقولوا الناس اللي مشاو يديكلاريو غظلمتوا داك السيد، غتكون واقع عليه شي حاجه ولا مريض ولا عنده شي بلان. نهار السبت كامل هما كيعيطوا ليه ما كيجاوبهمش. التجار غادي يحسبوا شحال ديال الفلوس وغادي يوصلوا للمليار و500 مليون. دوك الناس اللي شكوا ان العابدي ما يمكنش يسرقهم غادي يمشيو يديكلاريو. البوليس ملي غادي يشوف هذه الكميه الهائله ديال الديكلاراسيون وغادي يعرف بانه دا لهم مليار و500 مليون، غادي يعرف بانه كتعامل مع نصاب كبير. غادي تكبر وغتعرف في المغرب وغادي توصل لعبد اللطيف الحموشي، حيت البوليس ملي شافوا الهندام ديال العابدي قالوا هذا يمكن يكون شي متطرف وقدر داك الفلوس يعطيها شي جماعه متطرفه باش يديروا شي عمليه ارهابيه. البوليس المخابرات دايرين اكثر من جهدهم باش يوصلوا للنصاب ديال العابدي. التصويره ديال العابدي غادي تنشر في كاع انحاء المغرب وكل شيء كيقلب عليه. في 2020 شهر 1 نهار 19 بالضبط المخابرات ديال المغرب غادي يعتقلوا العابدي
المخابرات غادي تعتقلوا الطريق ديال الرباط وغادي يلقاو حيد اللحيه وتبدل 100%، ولكن المخابرات قدروا يعرفوه وغادي يعتقلوا رغم انه تبدل كامل. العابدي غادي يلقاو حيد اللحيه، صبغ الشعر، ضرب واحد الحطه كلاس شبابيه. العابدي ملي غادي يشوف البوليس جايين عنده غادي يهرب، ولكن البوليس غادي يشدوه، وديك الساعه غادي يديوه ويبداو يحققوا معاه وغادي يعرفوا بانه ما عنده حتى شي علاقه بالدين. هذا النصاب كان مستعن بالايمان والثقه ديال الناس والاسلام ديالهم، استغل العاطفه ديالهم باش ينصب عليه. ملي العابدي غادي يعترف بانه دار هذه العمليه وسرق لهم مليار و500 مليون وخدا لهم فلوس صحيحه، غادي يسولوه فين درتي ديك الفلوس. العابدي غادي يقول لهم مشيت ما بقى عندي حتى ريال، وغادي يقول لهم بانه وقع عليه واحد المشكل في ديك السلعه اللي كان كيجيب، ويقول لهم بانه دار واحد الخساره اللي كبيره بزاف وكان خاصني فلوس صحيحه باش نخلص الدين اللي عليا. البوليس غادي يبقى يقلب مده طويله وغادي يلقاو بان العابدي ما بقاش عنده حتى ريال. شي تجار كيعرفوا العابدي مزيان قالوا للبوليس بانه عنده واحد الاخ ديالو في اسبانيا، وديك الفلوس اللي دا قد يكون عطاها ليه. ملي غيدوز المده ديال الحبس ديالو غادي يخرج ويطلع للسبليون ويتبرع بديك الفلوس. من بعد ما وقع هادشي كامل غادي يحكموا على العابدي ب5 سنين وغرامه ماليه قيمه ديالها 5000 درهم. وهنا كتسالي القصه ديالنا. بغيت اي واحد كيتفرج يدير لايك ويشترك في القناه ويفعل الجرس ويكتب لي في لي كومونتير شي كلمه زوينه. شكرا بزاف. وهنا كتسالي الحلقه ديالنا. تهلاو في راسك.